قبل لا أنام ليصل هذا الفيديو إلى كل بيت عراقي، ليصل هذا الفيديو إلى كل مواطن عراقي، ليصل هذا الفيديو إلى القاصي والداني، ليصل هذا الفيديو إلى السياسي الشريف والسياسي الفاسد، ليصل هذا الفيديو إلى كل حثالات الخليج. أتمنى هذا الفيديو يصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. أتمنى هذا الفيديو العالم كله يشوفه. شوفوا الفيديو وانتظروني بآخر الفيديو، راح أقول لكم على شغلة مهمة. العراق دائما وحده. اسمع يا معود اسمع، بعد ما تصلي على الحبيب. من عجائب وغرائب التاريخ أن العراق دائما وحده. في موقعة ذي قار سنة 611 ميلادية، حين انتصر العراق على الفرس أقوى دولة في العالم، كان العراق وحده. حين سقطت بغداد 1258 في يد هولاكو ويد المغول، كان العراق وحده. حين ارتكبوا أبشع الكوارث في العراق وسدوا نهر الفرات بمكتبة بغداد، كان العراق وحده. حين سقطت البصرة سنة 1914 في يد البريطانيين، كان العراق وحده. حين سقطت بغداد سنة 1917 في يد البريطانيين، كان العراق وحده. في ثورة العشرين كان العراق وحده. في الحرب الأنجلو عراقية كان العراق وحده. في الحرب العراقية الإيرانية كان العراق وحده، ولما استمرت الحرب 8 سنوات واستنزفت العراق. في 2003 حين الغزو الأمريكي كان العراق وحده. في النفط مقابل الغذاء كان العراق يتدور جوعا وحده، ولم نرى قوافل المساعدات تذهب إلى العراق. في 2014 حين سقط العراق في يد التنظيمات وسقطت تلت مساحة العراق، كان العراق وحده. في كل الجولات في التاريخ كان العراق وحده. واليوم حين يقدم العراق مجموعة من الخرائط والإحداثيات علشان يثبت حقه في خور عبد الله ولا الممرات المائية، مجرد خرائط قدمها للأمم المتحدة، الدنيا هاجت وماجت وأصبح الكل ضد العراق، وإزاي العراق ومش عارف إيه والعراق يعمل كده. قال طب عندها خرائط، والخرائط دي ليهم حق فيها، والحق ده مش حق حكومة ولا واحد ولا اتنين، ده حق 45 مليون عراقي. شوفوا الخرائط دياتي ونقعد ونتكلم. هاجت الدنيا وماجت على العراق، ازاي العراق يروح يقدم خرائط للأمم المتحدة، وطلبوه كمان، شوف البجاحة، طلبوه كمان بأن هو يسحب الخرائط دياتي من الأمم المتحدة. دائما العراق وحده، ويوم ما العراق ينتصر ويعلو تبص تلاقي الكل يقول لك العراق بيت العرب وجمجمة العرب، والكل يروح للعراق ويحج للعراق ويقولوا شعر في العراق. إنما في الكبوات وفي الهزائم وفي الكوارث تجد العراق دائما وحده. النهاردة مجلس الوزراء العراقي قال أن لنا حقوقا سيادية لن نتنازل عنها مع احترام قرارات الأمم المتحدة في موضوع خور عبد الله في الممر المائي. أتمنى هذا الفيديو يوصل لكل الأمة العربية، وبالخصوص دول الخليج وغيرهم اللي يوقفوا ضد العراق. يابا ترى أنتم عركة بالفيسبوك ما عندكم، أنتم أمام العراق. العراق خلص عمره واحدة، خاض أكبر الغزوات بالتاريخ. هسه انتم جايين عركة بالفيسبوك ما عندكم توقفون ضد العراق. وراح أقول لكم شغلة قبل لا أنام. طز بالخليج كلهم، وطز بمشعل الصباح، وطز بحكام الخليج، وطز بمحمد بن سلمان، وطز بالقضية الفلسطينية، وطز بالحكومة الفلسطينية، وطز بالخليج واحد واحد دون استثناء. أنتم أمام العراق، فهي بالأول والأخير هي رسالة إلى الحكومة العراقية. اللي يتجاوز على سيادة العراق ولو يفكر شعراية الردة ب1000 تجاوز. والمفروض الحكومة تطب عيون اللي يفكر يتجاوز على العراق، لا دول الخليج ولا غيرهم. العراق شامخ عبر التاريخ وإلى اليوم هذا. واللي أرجوه البعض ما يتفلسف بالتعليقات ويقول الشعوب ما لها دخل بالحكومات. كل اللي مرينا بيه أتمنى تلقون نفر واحد طلع بشارع وقف قدام حكومة تنكر على الحكومة مالته بسبب وقوفها ضد العراق، أو رفع منشور على الفيسبوك وقال أني أقف ضد حكومتي ويا العراق. أو حتى بهاي قضية خور عبد الله ماكو فلسطيني ولا أكو عربي واحد قال الحق للعراق، كلهم أنذال. لكن العراق شامخ ويبقى سيدهم، وإحنا ما نريدهم ولا نريد سفاراتهم ولا نريد الخليج، وطز بيهم كلهم. العراق شامخ، لا حد يجامل على حساب العراق. انتم امام تاريخ علم الناس الكتابة، ويبقى العراق شامخ
واللي يجيب اسم العراق يتوضأ قبل لا يجيب اسم العراق. وإلى الآن الحكومات العربية ترجف من العراق، لأن العراق فوق كل المسميات، ويبقى العراق شامخ غصبا عليهم، ويرجع خور عبد الله وحقل الدرة. ونتمنى واحد من دول الخليج يفك حلقه، واللي عنده غير هذا الكلام يتفضل يواجهنا. ونسيت أقول لكم على شغلة أخيرة، طز بمجلس التعاون الخليجي وطز بالأمين مالته، وألف مبارك للعراقيين عودة المياه العراقية وخور عبد الله، واللي ما يعجبه يشوف له أقرب بعير ينطح راسه بيه.